ادفع بررم. ما هو يا شاويش. مالك يا اخي؟ الواحد ساعات بيحس انه مش عايش. اشمعنى كل ما افتح السوشيال ميديا الاقي عليها اللي مسافر واللي شاري فيلا البراندات اللي بفلوس؟ نفسي ابقى زي الناس اللي على السوشيال ميديا دول. كدب. هو ايه اللي كدب؟ كل اللي بتشوفه على السوشيال ميديا كدب. كدب ازاي؟ كلهم بيحاولوا يصدروا لك احلى صورة واحسن فيديو ليهم، وان الحياة وردي، وبيكرروا ده كذا مرة لحد ما تصدق ان دي حياتهم فعلا. وعلى فكرة انت احسن منهم بكتير قوي، لانهم كلهم مزيفين، لكن انت حقيقي. اسمع، كان في 4 حرامية قاعدين مع بعض، وعرفوا ان في راجل عندهم في البلد ناوي يبيع الخروف بتاعه، فراحوا على الطريق اللي بيودي على السوق. واحد قاعد على اول الطريق، والتاني قاعد بعديه بشوية، والتالت في النص، والرابع في اخر الطريق. فصاحب الخروف عدى على الحرامي الاولاني، فالحرامي قال لصاحب الخروف: انت مجرجر الكلب وراك كده ليه؟ فرد عليه الراجل وهو مستغرب وقال له: ده خروف مش كلب. بعد كده كمل طريقه وعدى على الحرامي التاني، فالحرامي التاني قال له: يا جدع حرام عليك، انت رابط الكلب كده ليه؟ فزهق صاحب الخروف وقعد يحلف له ان ده خروف، وبعد كده كمل طريقه. بس ساعتها الشك عاشش جوه عقله، وبعد شويه عدى على الحرامي التالت، فالحرامي قال له: يا جدع حرام عليك، انت رابط الكلب مجرجره وراك كده ليه؟ فالراجل هنا اتصدم والشك اتملك منه، وكمل طريقه من غير ما يرد عليه. بس كل شويه طول ما هو ماشي عمال يبص على الخروف علشان يتاكد ان كان كلب ولا خروف. وبعدين وصل للحرامي الرابع والاخير، فرمى السلام على صاحب الخروف وهو مبتسم، وبعدين قال له: حلو الكلب ده، وخد بعضه ومشي. وهنا صاحب الخروف اتاكد ان اللي في ايده ده كلب مش خروف، وقال مش معقول يكون ال4 كدابين. فك الحبل بتاع الخروف وسابه يمشي، وبعد كده خد بعضه وراح على البيت علشان يدور على الخروف بتاعه، وما يعرفش ساعتها ان في 4 حراميه بيشووا الخروف بتاعه علشان ياكلوه. اهو ده اللي بتعمله السوشيال ميديا في عقولنا، بيفضلوا يكرروا الكدبه مره واتنين وتلاته ويزيفوا الحقيقه لحد ما اللي زيك واللي زيي يقتنع بكدبته. لو سلمت عقلك ليهم هتصدقهم وهتحس انك قليل ومش عايش. السوشيال ميديا ديت مسرحيه للمنافق والديوس والجعان، لازم تبقى عارف ان هي في الاخر مسرحيه، وان اللي فيها دولت شويه ممثلين، فاوعى تصدقهم، علشان لو صدقتهم هيقنعوك ان اللي في ايدك ده كلب مش خروف.